في الحر ده مفيش احلى من الفانيلا ايس لاتيه يطري على قلبك. بتروحي تدفعي فيه قد كده في الكافيهات. تعالي يا ستي، انا جبت الاسبريسو بتاع لافازا، بصراحه حلو قوي، شوفي من جوه يجنن. ودي البوت بتاعتي بتاعت الاسبريسو، بحط جواها الميه لحد قبل الخرم اللي فيها خرم كده، مكان كده بحط قبله على طول. وببدا ان انا احط الاسبريسو بتاعي في المكان المخصص له كده، وابدا ان انا اسويه بشكل كويس واضغطه كده بالراحه، ما يبقاش مضغوط قوي في نفس الوقت ما يبقاش مهوي، كأن انا بعمله في المكنه. الاسبريسو بيتعمل بطريقه الفلتره، الميه اللي بتطلع من تحت دي بتعدي على الاسبريسو وتتفلتر وتطلع فوق. ده الحليب المكثف المحلى اللي عملناه مع بعض ونزلت لكم الفيديو بتاعه. هحط في كل كوبايه معلقه من الحليب المكثف المحلى ده، عشان احنا بنحب السكر خفيف، لو بتحبي السكر تقيل زودي شويه. اللبن بتاعي حطيت عليه شويه فانيلا، طبعا في الكافيهات بيحطوا سيرب فانيلا، احنا ما عندناش فهنستبدل ده بفانيلا سايله. وعملت الفوم بتاع اللبن بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبدا ان انا اصب بقى فوق التلج. انا حطيت التلج على الحليب المكثف المحلى، وحطيت عليهم اللبن بعد ما عملت له الفوم، وحطيت الاسبريسو. انا البوت بتاعتي دي بتعمل 2 شوت اسبريسو، فانا عملت بيهم كوبايتين، حطيت عليهم كده الاسبريسو بتاعهم، وكملت بقى بقيه الكوبايات من اللبن بتاعي، وكان طعمه رائع. وفي الحر ده بقى ما اقولكوش، بس طبعا لازم يتقلب كويس قوي عشان الحليب المكثف المحلى بيبقى تحت. وما تنسيش اللايك والشير وتقولي لي رايك ايه.